احنا دايما بنسمع عن حروب قامت بسبب اطماع توسيعية او صراعات سياسية او حتى صدامات دينية، لكن لك ان تتخيل ان في حروب قامت بسبب حاجات عبثية جدا زي خنزير او دلو خشبي او حتى ماتش الكورة. اهلا بيكم في قناة السورس في برنامج بودكاست صوتي. معاكم بلال حلمي، والنهارده هنتكلم عن اغرب الحروب اللي بدأت لاسباب مستحيل تتخيلها. بس قبل ما نبدأ ما تنساش الشير واللايك والسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. القصة الاولى معانا حرب الدلو الخشبي. في سنة 1325 إيطاليا كانت متقسمة لمدن ودول صغيرة، وكان بينهم تنافس رهيب. واحدة بقى من أشهر العداوات وقتها كان بين مدينة بولينيا ومدينة مودينا اللي كانوا دايما في صراع مستمر. القصة بدأت لما مجموعة من جنود مودينا قرروا إنهم يعملوا مقلب سخيف في بولينيا، فدخلوا المدينة وسرقوا دلو خشبي. بس بولينيا اعتبروها إهانة لكرامتهم وقرروا إن الحل الوحيد لاسترجاع شرفهم المتدهور هو إعلان الحرب. اندلعت معركة كبيرة بين المدينتين، والمعركة دي انتهت بانتصار مودينا. الكارثة انهم مش بس احتفظوا بالدلو، لا ده لسه موجود لحد النهاردة معروض في برج مدينة مودينا. ولك ان تتخيل ان الحرب استمرت 12 سنة بسبب دلو. القصة التانية حرب الخنزير. سنة 1859 كانت جزيرة سان خوان اللي هي بين الولايات المتحدة وبريطانيا محل نزاع بين البلدين. الامريكان شايفين انها ملكهم والبريطانيين شايفين نفس الشيء، لكن محدش كان عايز حرب لحد ما ظهر الخنزير. القصة بدأت لما كان في مزارع أمريكي عايش في الجزيرة، لكن للأسف كان في خنزير بريطاني بيجي ياكل المحصول بتاعه. في يوم من الأيام الراجل زهق فقام قاتل الخنزير بالرصاص. صاحب الخنزير اللي كان مزارع بريطاني غضب جدا وبلغ السلطات البريطانية، وبدورهم هددوه باعتقال المزارع الأمريكي. فأمريكا ردت بإرسال جيش كامل للجزيرة، فبريطانيا بدورها بعتت قواتها، وكان في احتمال إن الحرب تقوم، وكل ده بسبب خنزير. وبعد شهور من التوتر الطرفين قعدوا قعدة عرب كده وقرروا ان مش منطقي ان العالم يخوض حرب بسبب خنزير ضل طريقه. القصة الثالثة معانا وهي حرب كرة القدم. سنة 1969 السلفادور وهندوراس كانوا في توتر سياسي واقتصادي بسبب مشكلة اللاجئين. كان في آلاف من السلفادور عايشين في هندوراس، والبلد بدأت تضيق عليهم وتطردهم، فالتوتر زاد. لكن الشرارة اللي فجرت كل حاجة كانت مباراة كرة قدم. الموضوع بدأ لما المنتخبين اتقابلوا في تصفيات كأس العالم 1970، والماتش كان عنيف جدا وحصلت اشتباكات بين الجماهير بعد فوز السلفادور، واندلعت اعمال عنف كبيره جدا في الاستاد. والموضوع ما كانش قليل، الموضوع وصل لدرجه ان جيش السلفادوري قرر يهاجم هندوراس عسكريا، وفعلا بدات حرب استمرت ل4 ايام مات فيها حوالي 3000 شخص. وفي الاخر اتدخلت منظمه الدول الامريكيه واجبرت الطرفين على وقف اطلاق النار، لكن العلاقه بين البلدين فضلت متوتره لسنين طويله. القصه الرابعه معانا. في سنة 1879 كانت بريطانيا بتحاول توسع نفوذها في افريقيا، لكن كان في شعب اسمه الزولو بيقاوم الاستعمار ده. ففي يوم من الايام راح مبعوث بريطاني عشان يتفاوض مع الملك، لكن اثناء الاجتماع الملك قرر يقعد على كرسي مكسور، لكن الكرسي وقع على الارض قدام الكل. فالبريطانيين ضحكوا واعتبروا الموقف مهين للملك، وده ادى الى فشل المفاوضات. وبعدها باسابيع بريطانيا اعلنت الحرب على الزولو، كل ده بسبب كرسي مكسور. الحرب دي كانت دامية وفيها الزولو قدروا يهزموا البريطانيين، لكن بعد شهور الموقف انتهى بسيطرة بريطانيا على المنطقة. وكده تكون خلصت حلقتنا. نيجي بقى لسؤال الحلقة: هل تتخيلوا ان في المستقبل ممكن تحصل حروب بسبب حاجات تافهة زي دي؟ شاركونا في التعليقات، وما تنساش تعمل اللايك والشير والسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا بلال حلمي، ونشوفكم في الحلقة الجاية من بودكاست صوتي. سلام.